الطريق ده لو بتحبها، لو عاوزها سيبها. لو عاوزها سيبها ازاي؟ لانها مش في ايد نفسها ولا في ايد ابوها، دي في ايد ربنا سبحانه وتعالى. مش هتاخدها من ربنا غصب عنه، مش هتاخدها من ربنا بمعصيته. لو خدتها بمعصيه ربنا، ربنا هيذلك بيها ويعذبك بيها. لو بتحبيه بعد عنه. انت يا بنت باللبس اللي انت لابساه عشان تحلوي في عينيه، اللبس ده مخليكي زي فتاه الاعلانات بتاعت الجرايد، الناس يتفرجوا عليها وبعد كده يرموها في الزباله مع ورق الجرايد. لو بتحبها، اصل خد بالك، اصل مامتها على علم وربنا برضو على علم، وربنا على علم. وخد بالك كما تدين تدان، سلف ودين. انت وانت قاعد دلوقتي بتكلمها في التليفون بقالك ساعتين، انت مراتك اللي هتتجوزها بعد كذا سنه واحد بيكلمها في التليفون الوقت برضه بقاله ساعتين وبيقول لها نفس الكلام اللي بتقوله لها. خد بالك انت وانت واقف معاها بقالك 4 ساعات وبتقول لها الكلام اللي بتقوله لها، مراتك الوقت في نادي تاني وفي كازينو تاني قاعده مع واحد تاني اللي هتتجوزها بعد كذا سنه وبيقول لها نفس الكلام وبيمسك ايديها نفس المسكه. خد بالك كل نظره بتنظرها لها دين هيترد من عرض مراتك، كل كلمه بتقولها لها دين هيترد من عرض مراتك، كل مسكه ايد دين هيترد من عرض مراتك. قال لها طب انا مش عايز كده، انا عايز اتجوز انسانه عفيفه وطاهره. عايز كده توب من اللي انت فيه. عايزه تتجوزي انسان نظيف، توبي من اللي انت فيه. لازم يا جماعه كما تدين تدان. بتحبها، انت واقف معاها بقالك 3 ساعات او بتكلمها بقالك 3 ساعات، ربنا نازل لكم من فوق 7 سماوات، مش خايف ان ربنا ينزل لك نظره غضب وانت واقف معاها 3 ساعات معرض نفسك لنظره غضب من الله؟ انت عارف لو ربنا نزل لك نظره غضب هتضيع كل حاجه في حياتك، هتنتهي. قال لا ده انا هتعذب شويه في النار وخلاص. هتعذب شويه في النار؟ انت مستهين بغمسه نار واحده. ده اعظم ملك في الدنيا لما بيتغمس في النار غمسه واحده بيقول ما ذقت نعيما قط. انت مستهين بضمه قبر واحده، انت مستهين بمقمع حديد واحد، انت مستهين بمقمع، انت مستهين بان باب من ابواب جهنم يتقفل عليك 5 دقائق، انت مستهين بمس سقر اللي بيذهب العقل ويجن الانسان. انت مستهين بايه يا حبيب قلبي؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ممكن الكلام اللي بقوله لك دلوقتي ده اخر رساله هتوصل لك قبل ما يتوفاك الله سبحانه وتعالى، يتوفاك على طاعه، يتوفاك على معصيه. لسه اخت من اخواتنا الفاضلات ربنا يبارك فيها، من اخواتنا في كليه الطب، وهي راجعه وكانت في اسره وكانت يعني قائده اسره من الاسر الدينيه، وهي جايه الكليه يحصل حادثه تموت، الله يرحمها الله يرحمها. تكتشف انها كانت قايمه الليل، بتقوم الليل بجزء، وقايمه الليل ليله ما وماتت وهي ماسكه المصحف، الله يرحمها. وكانت عامله مشاريع دينيه، مشاريع للدعوه ومشاريع لنصره غزه، وعامله مشاريع في الطب لخدمه المسلمين، وعامله. لما تشوف المنظر ده تقول الواحد عايز يموت كده يا جماعه، الواحد عايز يموت موته ربنا لعل ربنا يرضى عنها ان شاء الله باذن الله بمقدمات ان شاء الله وبرحمته الواسعه. انت هتموتي بس هتموتي على ايه؟ هتموتي والناس قاعده متالمه في قلبها، ما حدش عايز يتكلم ويقول ماتت على التبرج، ما حدش عايز يتكلم ويقول يا عيني يا ريتها تابت قبل ما تموت، ولا عايزه تموتي وكل الناس تقول الله يرحمها ده كانت انسانه مؤمنه تقيه تقابل ربنا فرحان بيكي، ربنا فرحان بيكي ومفرح قلبك بلقائه وعطاياه. بتحبها؟ ايوه بحبها. طب خد بالك مهما قلت ان حبك طاهر وبريء، خد بالك انك انت على يمينك ملك وعلى شمالك ملك، وقفتك معاها هيكتبها ملك اليمين ولا ملك الشمال. خدي بالك ان الارض اللي انت واقفه عليها وانت بتكلميه في التليفون او واقفه معاه في اي مكان هتشهد عليكي او ليكي يوم القيامه، هتشهد عليكي ولا ليكي. خد بالك ان انت وانت واقف معاها 4 ملائكه من ملائكه الرحمن مراقبينكم، ملكين عليكم وملكين عليها، برضه ما انتش خايف من ربنا. خدي بالك لو انت بتكلميه النبي دخل عليكي عليه الصلاه والسلام وقال لك انت بتكلمي مين، هتقولي له صديقي، هتقدري تنطقي ببقك، لسانك هيقدر يتحرك. خد بالك لو انت واقف معاها وملك الموت نزل في اللحظه ديت هتقول لي ملك الموت ايه وهتقول لي ربنا ايه؟ كنت بحبها يا رب، كانت صاحبتي، كانت مامتها عارفه، دليل شرعي ان مامتها عارفه. خدوا بالكم يا شباب، خدوا بالكم يا جماعه من فيروس الفالنتين. الفالنتين فيروس اللي بدا يكتسح شباب الامه، وشوارع المسلمين يبقى لونها احمر، والجامعه يبقى لونها احمر، والتيشيرتات الحمراء والدباديب الحمراء، ولا حياء ولا حياء. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اذا يكون في اخر الزمان، يكون في اخر الزمان من علامات الساعه خسف ومسخ وقذف. خسف يعني زلازل،
ومسخ زلازل زي زلزال تركيا اللي قتل 40,000 واحد في 40 ثانيه، زي زلازل امريكا المدمره، زي زلزال ايران اللي يوميا بيحصل زلزال في ايران، زي زلزال اليابان اللي قتل نص مليون، يكون كخصف وقذف. قذف ازاي؟ الارض تقذف بالحمم والبراكين، والسماء تقذف بالشهب والنيازك. لا، الشهب والنيازك دي ممكن تعمل حاجه، ده الارض ابيدت الحياه عليها اكتر من مره بسبب الشهب والنيازك. بس احنا اللي ما بنقراش ومش عارفين قد ايه خطر رهيب. ده احنا تحت رجلنا وحوش نايمه، وحوش لو فتحت بقها هتبلع البشريه دي كلها، اسمها البراكين. حمم بحار من الحمم المتفجره الملتهبه، لو بس اتصدعت الارض وطلعت هتلهب ملايين البشر وهتحرقهم في ثواني. احنا يا جماعه يكون في اخر الزمان خسف ومسخ وقذف. المسخ مسخ القلوب ومسخ الاجساد، والمسخ في القبور والعياذ بالله، والمسخ الاخروي. ده امتى يا رسول الله؟ امتى الكلام ده هيحصل يا رسول الله؟ امتى العقوبات الرهيبه دي هتتنزل يا رسول الله؟ اذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمور. ظهرت يعني ايه؟ ظهرت المعازف، ظهرت يا جماعه، ظهرت يعني بقت ظاهره، يعني بقت عربيات الشباب في الشوارع كلها مشغلاها، يعني بقت محلات بتفتح عشان تبيع شرايط وسيديات الاغاني، يعني بقت القنوات بتاعت الاغاني اشهر قنوات واذاعات الاغاني. يعني يا جماعه عادي ان بنت تنام وهي مشغله الام بي 3 او مشغله الكاسيت بصوت عالي او الكمبيوتر على الاغاني بصوت عالي، مش مكسوفه. ظهرت المعازف والقنات. القنات زي المغنيات، القنات زي البنات اللي ماشيه في الشوارع مع الشباب في علاقات الحب، ولا هممها ان اي حد يشوفها، ولا هممها، خلاص سقط الحياء تماما. لما يظهر ده، لما يظهر الفالنتاين في المجتمع، لما تظهر الظواهر دي كلها في المجتمع، لما يبقى امر ظاهر، لما الدباديب الحمراء اللي هتاخدها الحبيبات لحبيبهم وياخدها المحبين لحبيباتهم تتباع في الشوارع قدام الاباء والامهات وقدام الناس كلها، تظهر علانيه، ساعتها يكون في الامه خسف ومسخ وقذف والعياذ بالله. يعني انت هتبقى سبب من هذه الاسباب. علامات الساعه بتحذرنا كلنا يا جماعه. بتحبها قد ايه؟ يعني بتحبها قد ربنا كده؟ لو بتحبها سيبها، والله لو بتحبها سيبها عشان ما تتعاقبش فيها، ولو بتحبيه سيبيه عشان ما تتعاقبيش فيه. البنت اللي كانت راكبه في التاكسي والولد اتصل بيها وانا سامع المكالمه بيقول لها تعالي، والدنيا كانت حر يعني يقفوا مع بعض في الجامعه، او قالت له انا مش هقف معاك اتحرق في الشمس مجدعه، هتقفي معاه 50,000 سنه في حر يوم